يسأل المخالف حين أنهكه العجب: هل للحسين مع الروافض من نسب؟ لا ينقضي ذكر الحسين بثغورهم، ويبقى على مدى الدهر يوقد كاللهب. تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، نحن اليوم في تغطيتنا الثانية من مدينة الحلة، ونتمنى لكم طيب المتابعة. احنا بالنسبة لنا من 1-0 لحد الآن بخدمة زوار الحسين، واحنا متعودين هاي كل سنة وباقين على العهد لخدمة زوار الحسين، وإن شاء الله الموعظة والعبرة وعظم الله أجرها وأجركم. ونحن واقفون ليل ونهار بخدمة زوار الحسين، وإن شاء الله على العهد وباقين من أول يوم صفر لحد آخر زاير بالحلة. احنا الخدمة حتى نمضي ولزيارة الإمام الحسين عليه السلام. كربلاء المصيبة، كربلاء الخرم العظيم، كربلاء الشهادة، كربلاء الخلود. قل حسين من الشريعة جيتك تحير، عمت عيني عليك هواي متغير، يلي تسميني الحبيبة ليش رموشك مشيبة؟ قال لها يا زينب يا زينب هاي جيت من المسناية، يخصك بالسلام الكافي الهواية، من بعيد اسمع يصيح راح اشتاق لك يا معان. قلت له شوجعك بس ما حكى بهايه، اول مرة حس انه يضم علي عباس، لما تقربت له تغطى برايه، رد قلبه ما قبل ينقلب راسه الحار، اثار بعيونه ضام اسهام رمايه. قلت له شاظمك، قلت له شاظمك، جاوب بنبر الطير، كنت محضر الزينة بصباح الخير، بس حتى معتاب العلقوم مايه، فرش عمامته وسوالي يم مكان، ابو سيد ردت بشفت بس سردانه وتظاهرت هو بخير، ما رد يحس عندنا غز العام، بس حسبيه من توادعت وياه، من شاف الشبق من طرف واحد شام. سيدة زينب مسير السبي تعاين على راسه بفضل شوف يضربون بيه، وتقول له راسك علك حضره ويعيش من ينضب، وعرف انك وتد بدك تصير اصلب، رمحك راجل انشالو خطي الخيل، من تذكرك بالطف ما تقرب، كنت بين الخيم والعطش فاعل ماي، من كان النهر بالطيف ما ينطب. قالوا فرك نحره، توقعون اغضب، كان صحة الله شقد مشتاقة للكهرب، قالوا مو نخليه بالشمس مرفوع، قلت لهم بس شاوذا شفت الرمح رطب، قالوا ما قدروا يرويج قطرة ماي، قلت لهم الماي بالقصص اثوب، هي العدها اخو مالح مثل عباس، ما عدها وقت بيتعطش وتشرب، كان الله يذكره بخير اذا ضهضب، من فتحة الابرة ما يظل مهرب، طلع من خيمة العباس كان تقول ابوي وهاي جيته من شت المرحب، ابوي وهاي جيته من شت المرحب. الله الرحمن الرحيم. موكب خدمة أهل البيت بالحلة مدينة الثورة يقدم أنواع وأطيب الأكل للزوار الإمام الحسين، وإحنا مستعدين ليل ونهار بخدمة زوار الإمام الحسين، وهذا كله من فضل الله والطيبين والخيرين من أهل المنطقة والناس الخيرة اللي جاي تدعم المواكب الحسينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أولا نقدم التعازي والمواساة إلى إمامنا وقائدنا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج الشريف بهذه المناسبة الأليمة، زيارة 40 الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه زيارة مليونية المشهود لها في التاريخ، وكل سنة تزداد أعدادا والتزاما شرعيا كاملا من قبل النساء، وهنالك توجيهات وتوصيات من قبل المرجعية العظمى وكل المراجع الموجودين عندنا في المذهب يؤكدون على هذه النقاط التالية اللي أتلو بعضها وليس الكل. أولا الإلزام الكامل بأوقات الصلاة التي هي معروفة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها من أعمال، وإن ردت رد ما سواها من أعمال. فإن كان الأخ الزائر الماشي إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة إلى سيد الشهداء الحسين يلتزم بهذا الالتزام ويسمع الأذان وهو يمشي
هو يلطم، هو قاعد مجلس تعزية، عليه أن يتوجه مباشرة إلى الصلاة، لأن الصلاة واجبة، وهذا الأشياء اللي يسويها كلها مستحبة. فالالتزام بالصلاة واجب شرعي أولا. ثانيا، على الإنسان أن يخلص في هذه المسيرة. هو يمشي إلى كربلاء المقدسة، أن يجعل نيته خالصة لله وليس فيها أي رياء. فإن جعل بها الرياء معنى هذا صار بها شرك والعياذ بالله، ونحن ضد هذا الموضوع. فلذا يؤكدون العلماء الإخلاص، النية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. وكذلك بعد النقطة الثالثة، الالتزام الكامل من قبل الزائرين نفسهم ماشيين على هذا خط الكربلاء، سيما النساء، من ارتداء الملابس هذه الآن الغترة الخضراء يحطوها على رؤوسهن، أو الشفقة أو النظارات. هذني المرجعية ما ترضاهن، لأنه تجلب النظر إلى الفتاة، والشيطان حاضر، والشيطان هو النفس نفسه اللي هي أعتى من الشيطان. يعني الشيطان يقدر يسيطر عليها، لكن النفس إذا راحت وسالت إلى العياذ بالله ستر الله، كما قال عز وجل قال النفس اللوامة. فهذه النفس علينا أن نسيطر عليها بملابسنا، بأخلاقنا، بمسيرنا، في كل شيء عليها. لا نجي مع النفس كل ما تشتهي، لا، يجب أن نكون ضدها. وخاصة كما قلنا الآن احنا في هذه المسيرة الطيبة، هاي الأخلاق المطلوبة من الزائرين الكرام، أن لا ينظر أحدهم إلى الآخر بنظرات سيئة والعياذ بالله. هاي نظرات اللي ما مريودة، كلها محرمة، وكلها سهام من الشيطان، نسترجع بالله من الموضوع هذا. وكذلك الأخوان اللي ولد الرجال اللي يمشون همتين كأنما هذين خواتهم، بناتهم، أمهاتهم يمشون وياهم، فإذا شافوا حركة معينة مو صحيحة من إحداهن، فأما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما يديروا وجهه لا ينطف الموضوع. هسه احنا قاعدين أنا سماحة سيدي هنا، قاعدين أخوي سيد نوري قاعدين في المكان، وتجينا أسئلة كثيرة بالموضوع هذا، قاعد تجينا بالموضوع. أنا إذا أمشي ويتسخط بمرأة، إذا أمشي وصارت نظرة أخرى. في ظل التطور والحرية، شنو يعني المغزى من احنا نعرفنا يعني التطور والحرية، والدولة اللي ممكن يكون حق أن الجانب الأنثى والأكثر من الجانب الرجل؟ احنا الشرع يختلف عن الرؤية مالته، تختلف عن رؤية الحكومة. ما نشغل بالحكومة، نحن نحكي قضايا شرعية، سنة القرآن الكريم وسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، السيرة المعروفة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. احنا كنا نعرف، كل الناس يعرفون، وكل تاريخ كل بشرية، يعني مو أقصد المسلمين، كل بشرية يعرفون شنو زينب سلام الله عليها، وشنو بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلويات الكبار، وشون كانت الحشمة مالتهن. يعني احنا خما كانت الحكومة فرضا، ولو هذا ما صاير عندنا بالعراق، ما الجندر وغير الجندر، هذه رفضتها حكومتنا. احنا ما نمير وياهم، بينما الشريعة من أول لحظة رفضت هذا المشروع السيء الصيت، الجندر أو المثلية، رفضناه. فإذا لابد أن نلتزم بالأخلاق أثناء السير، أخلاق اللي تأمرنا تخلينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وبعد ذلك يعني من أثناء المسير إناطة الأذى عن طريق المسلمين. الأخ الزائر إذا شرب قدح من الماء، كاس من الماء، لا يمشي ويشمرها بالشارع. اكو هاي مشهورة قاعد تشوفون امامكم، هاي كلها موجودة حاويات، لو حبذا يشمرها بالحاوية، ليش يخليها بالشارع؟ انا اشوف هنا صار عندنا توزيع كثير من المناطق هاي، انا موكي بهذا، موكي بصفي من انه يوزع فواكه شيء، ما نخلي واحد يذب القشر بالارض، لان هذه جزائر يزحلق به ويروح تأذى. فلذا خلينا حاويات كثيرة نخليها ترمي الحاويات مالتهم بالحاويات. فهمت هذا من الواجب الشرعي على الزائرين كافة، سواء كان رجال أو نساء، أن يحافظوا على الطريق وإناطة الأذى عن طريق المسلمين. هذا واجب شرعي.
يعني مو قبل كل شيء. جزاكم الله خير. فبعد ذلك احنا الحمد لله والشكر في موكبنا عندنا الموجود هنا، عندنا مبيت وعندنا الظهريات، والباب مفتوح مالتنا مال بيتنا، انا اقصد على بيتي، مفتوح ليلا ونهارا لكل الزائرين، وكل الخدمات الموجوده من نوم، من حمامات، من اكل موجوده، بالاضافه الى هذا الموكب اللي هو امامكم. هذا الموكب اللي امامكم كل هذا الموكب تابع. فالحمد لله والشكر، نشكر الله تعالى. وهذا مو من هسه، احنا بفضل الله ونعمته من اول السقوط 2003 اول موكب بهاي المنطقه كلها صار موكبنا، موكب اسمه حتى الاسم مميز، موكب الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كل اسمه هذا. ونشكركم لا ننسى دور القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس بالمحافظة على الزائرين وتنظيم الأماكن والسيارات، ولا ننسى حضراتكم أنتم الإعلاميين، لكم الدور الكبير. هسه دوركم وين يلعب الدور الآن؟ أنتم الصحفيين، أنتم المصورين، الإعلام عامة، لكم الدور الكبير في نشر هذه المسيرة المليونية. بعض القنوات العراقية اللي عندنا أصلا ما تمر عليهن الموضوع هذا، بينما احنا المفروض من أدنى احنا نغطي رغم أنوفهم هذه القنوات المغرضة. لابد أن نقف بوجوههم رغم أنوفهم ونصاعون إلينا، لأنه ما شاء الله هاي الملايين اللي قاعد تروح إلى كربلاء. هسه احنا قاعدين هنا، وسماحة السيد صارنا أيام قاعدين هنا من يوم 7 ولحد لسه قاعدين. ويستمر ذكرك يا حسين على مدى السنين والأعوام ليصم آذان الطغاة ويهز عروشهم. في نهاية هذه التغطية نجدد لكم العزاء بذكرى سيدي ومولاي أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، ونتمنى لكم طيب المتابعة. كان معكم سجاد الياسري من محافظة بابل، قناة مواكب الحلة.